في قصة الآن من القصص اللي بنعرفها بحياتنا أو حولنا، ولكن قبل ما أحكي لكم إياها خلوني استقبل صاحب المبادرة الأخ إبراهيم أمين. أهلا أخي إبراهيم، أهلا. تفضل استريح. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. كيف الأحوال؟ الحمد لله. إبراهيم. نعم. كيف الشغل؟ إبراهيم موظف إداري بالجامعة. أي جامعة؟ جامعة الأزهر. جامعة الأزهر. طمني عنك، الشغل ماشي؟ تمام الحمد لله. العائلة بخير؟ حلو. كلكم بخير؟ الحمد لله. راضي عن الأحوال في مصر؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، المهم انك تكون راضي. الحمد لله. طيب مش هنحكي بالسياسة إبراهيم. ماشي. إبراهيم اجى لسبب، لأنه إبراهيم في خلاف بينه وبين بنته، وفي فراق صار عمره تقريبا شي سنة. راح بحكي لكم الحكاية، وهي أنه عنده بنت اسمها ناهد، كان عمرها 24 سنة. تقدم لنا شخص عمره 57 سنة، هي عمرها 24 سنة. الشخص اللي تقدم لها عمره 57 سنة. انت عمرك كم إبراهيم؟ 53. أكبر منك؟ أيوة. أكبر منه لإبراهيم. هلا عمره 53، من سنتين كان عمره 52، كان هداك عمره 57. المهم انه طبعا ناهد بنت عروسة ولطيفة وحلوة وجميلة، مش عايزة تتجوز، رفضت. عاندت أبوها يعني ضل يحاول معاها إلى أن تقريبا مش حقول غصبها، بس يعني أقنعها إنه تتزوج الرجل الستيني. 57 يعني هلا صار عمره 60. تزوجت ناهد، ولكن ما مضي عليهم 7 أيام حتى طلقها. أيوة مزبوط؟ مزبوط. ليش طلقها؟ ناهد هو كان واخدها واتجوزها كويس، وخدها وراح اسكندرية، قعد أسبوع. وبعد ما قعد أسبوع في اسكندرية جابها لحد البيت وسابها وقام ماشي. من نهارها واحنا مختلفين مع بنتي. نعم. كل ما يجي لها حد عشان تتجوز رفضاه. نعم. بقالي سنة. نعم. بتحايل عليها. في ناس بتجي لها وهي ما بترضاش. شو عندك اولاد يا ابراهيم؟ انا عندي 2 اخواتها بنات متجوزين ومخلفين 2، كل عيله جايبه واد وبنت. يعني مجموع 3 بنات؟ هم 4. 4 بنات. وفيه بنت اصغر منها في 3 اعدادي. نعم. وبيجي لها خطوبه حاليا. نعم. فطبعا مش هقدر اتجوز اللي في 3 اعدادي قبل دي. فانا زعلان منها لانها مش راضيه بحد خالص. بتحكي معاها؟ بتحكي معاك هي؟ لا ولا في قطيعه؟ ما بتكلمنيش، وانا بقى سايبها وقاعد في الجامعه، بروحش الا كل شهر، كل 20 يوم اشوف العيال التانيه وارجع. وهي ما بتشوفهاش؟ وهي ما بتكلمنيش. ما بتكلمك؟ لا. طب انت مش حاسس شوي بذنب؟ طبعا حاسس بذنب. طب مش حاسس انك ظلمتها للبنت؟ ظلمتها طبعا. بنت زي الزنبقه 24 سنه زوجتها لواحد 57 سنه وما رضيش، طلقها بعد 7 ايام. انا ظلمتها، وانا متكفل بالذنب بتاعها برضه. بس هي بالاراده بتاعتها برضه، يعني هي بالاراده بتاعتها، يعني هي اتجوزتها بالاراده بتاعتها برضه. طب كيف قبلت انت تزوجها لواحد عمره 57 سنه اكبر منك؟ ماشي. هيقول لك يا عمي هو اكبر منك. انا قلت لها هو كبير في السن ما ينفعكيش، قالت هو ده اللي هتجوزه. هي قالت هتزوجه. مش انه انت غصبتها يعني؟ لا ما غصبتهاش. لا انت غصبتها. لا يا لا انا غصبتها. لا انا ما غصبتهاش بصراحه. العيله عندي بتتجوز بالاراده بتاعتها. انت ديمقراطي في البيت. نعم. ديمقراطي انت في البيت. كل عيله تتجوز بالاراده بتاعتها. تمشي مع بتاخذ اللي بتحبه. الله ينور عليك. صح كده يا سيدي. ليك بشكرك على المبادره انك جيت حتى تسترجع بنتك من خلال هالبرنامج، حساعدك. بس خلينا نشوف بالاول، لانه وجهنا الدعوه الى بنتك وناهد، ونشوف اذا كان وافقت انها تشرفنا على الاستوديو. ان شاء الله تكون وافقت. مش عارف بقى. طلع بهالشاشه. اهلا جورج، النهارده رايحين المنوفيه، يعني تقريبا كده على بعد 2 ساعات من القاهره، عشان نسلم دعوه الحضور لناهد ابراهيم.
عدينا على قناطر الخيرية. المكان هنا روعة بجد يا جورج. انت ناهد؟ ايوه. عندك 25 سنة صح؟ صح. معاكي دبلوم زراعة؟ ايوه. طيب دي دعوة لحضور برنامج جورج قرداحي. قبلت الدعوة؟ ان شاء الله. اهلا بناهد. اهلا ناهد، تفضلي يا عيني. اهلا وسهلا. كيفك ناهد؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. خبريني شو عم تعملي؟ مش عم تشتغلي ها؟ لا دلوقتي ما بشتغلش. مش عم تشتغلي. شو درستي انت؟ دبلوم زراعة. عاملة زراعة. ممتاز. بس ما مارستي الشغل بعد. لا مارست كتير شو. تزوجتي؟ ايوه. هلا مزوجة؟ لا مطلقة. مطلقة. كيف علاقتك مع الاهل؟ اخواتك؟ لا اخواتي كويسين. حلوين؟ الحمد لله تمام. الماما عايشة؟ اكيد موجودة. وعلاقتك جيدة معها؟ كويسة الحمد لله. كويسة. والبابا؟ مش قوي يعني. مش قوي مع البابا ليه؟ ايه؟ ليش شو السبب؟ سبب مشاكل طبعا الجواز وكده. وعلاقته ايه بالزواج ابوك؟ طبعا عايز يجوز بنته بس في خلافات بس عشان لا كده. عندك فكرة ليش استضفناكي بهالبرنامج؟ لا بصراحة ابدا. متزعلة مع حد؟ راضية مع حد؟ حد حابب يعبر لك عن عاطفته؟ عن يعني بتشكي بحد مثلا؟ لا ابدا. لا. لذلك انا بشكرك مرة تانية انك قبلتي الدعوة وجيتي على الاستوديو، بس لانه الدعوة من قبلي انا. الله يخليك. انما انا مش صاحب الدعوة المباشر، انا كنت وسيط. انا بعثت لك الجواب عشان تجي، لانه في شخص اخر هو دعاكي وطلب انه يقابلك في الاستوديو. هذا الاستوديو اسمه المسامح كريم. مسامح كريم. طب مين طيب؟ مين؟ بدك تعرفي مين؟ اكيد. هو جالس ورا الشاشة دي، طلعي بالشاشة فوق. تعرفي الشاب ده؟ ده ابويا. والله؟ هو اللي قلتي مختلفة معاه مش عارف من الوضع مش كتير كويس معاه؟ يعني شوي. قديش إلك تقريبا زعلانة منه وما بتحكي معه؟ يعني سنة؟ يعني اختلافي بعد الجواز على طول. خبريني عن قصة الزواج، أنا ما عجبتني الحكاية هيدي، خبريني عنها. إنه وصلت لي الرواية إنه هو غصبك تتزوجي رجل عمره 57 سنة، أكبر منه على فكرة، أبوك عمره 53 سنة، هذاك كان عمره 57 سنة، مظبوط؟ هو جبرك؟ لا هو يعني قال لي، هو وان شفته وافقت عليه طبعا بناء بقى على الكلام اللي بيتقال طبعا البنت عايزه تتجوز وبيجي لها عرسان ومش موافقه. نعم. نعم. فهو كان مناسب بالنسبه لابويا ان هو ده اللي مش هيخليكي محتاجه لحد. مرتاح ماديا. وعنده عمل وعنده شغل وعنده بس بعد كده بقى قعدت معاه فتره قليله. قال 7 أيام؟ وطلقك ليه؟ يعني بقى مشاكل خاصه بوه، يعني خاصه بوه هو. مش مشكله فيه هو؟ طيب زعلتي من ابوك ليه؟ عشان مش عايزه اتجوز تاني. بس لا بس انت زعلتي لانه تزوجتي من الاولاني ده 57 سنه. وزعلتي لانه صارت الحكايه هيك وطلقك بعد 7 ايام وانجرحتي وحسيتي حالك انه يعني المفروض انه كده كفايه بقى. يعني انا شفت حياتي مره خلاص. مش عايزه اعيدها تاني. انت عمرك الان 24 سنه، يعني تزوجتي كان عمرك 23؟ 22. 22 كان عمرك؟ طيب
الوالد بعت لك رسالة، اقرا لك اياها. بعد رسالة بيقول لك البابا: ابنتي الحبيبة ناهد، هقعد جنبك اتفضل عشان نقرا سوا. أنا أعرف أنك لا تريدين أن تسمعي مني أي مبرر لإجباري لك على الزواج من رجل في سن والدك. وأعرف أنني تسببت لك بأذى معنوي كبير وجرح لن يندمل بسهولة. وأعرف أنك مررت بتجربة صعبة كلفتك الكثير، لكنني لم أبعك كما تظنين يا ناهد. ما باعك، أنا فقط كنت أخاف عليك وأريد لك حياة كريمة مع شخص لديه من الأموال ما يسعدك. شوفي، كل أب يمكن بيفكر بمصلحة بنته، بمستقبل بنته، براحة هو بنته. فاكر إن هو الصح بس مش صح. ما هو كان غلطان، شايف؟ بس هو مش عارفه الرجل، كان بيعرفه؟ لا ما يعرفش ولا نعرف. غلطتي يا ابنتي أنني تسرعت وظننت أن الأموال هي كل شيء، وهذه الغلطة دفعت أنا ثمنها بخسارتي لك وبكل ما تعانيه بسببي. شو قلتي؟ والخسارة كبيرة. لقد دعوتك إلى هذا البرنامج لكي أقول لك كم أنا أحبك وكم أنا تعيس بسبب بعدك عني. أعترف لك أنني أخطأت، ولكن ليس عن سوء نية، بل كنت أعتقد أنها مصلحتك وراحتك. سامحيني يا حبيبتي، وكفاك جفاء وبعدا، فأنا سأظل أباك الذي يحبك، وأنت ستظلين ابنتي الغالية مدى العمر. المسامح كريم يا حبيبتي ودمتي. ايه رأيك؟ هو مهما كان أبويا. مهما كان أبوك؟ أكيد يعني عندك نفس المحبة إله ولا؟ أكيد هو أبويا برضه. أكيد. يعني مفيش حد بيكره أبويا. بس ليش ما قطعتيه، ما بتحكي معه كنت؟ وبيجي على البيت ولا بجفتي ولا بتحكي؟ عادي يعني أنا أصلا مش في البيت كله كده، مش لوحده. بس ممكن أتكلم مع والدتي، ممكن أقول أنا خارجة، أنا جاية، وأخويا برضه. بس بصراحة مش بحب أقول إن أنا خارجة، أنا جاية. بس بحب أبعد عنه عشان ما يشخطش عليا أنا. بس تتجنبيه يعني؟ شو السبب إنك تتجنبيه؟ بيضغط عليكي بأمور؟ وبيسقط كتير. شو أخ إبراهيم؟ نعم. احكي لك كلمتين حلوين للبنت، لأنه ما بتكرهكش وانت ابوها، وبتقول لك انت زي انت ابوي دايما يعني، بس احكي لها شيء غير الرساله. تفضل. هي بنتي طبعا، وانا بكرههاش اصلا. علي صوتك. انا بكرههاش، ده هي بنتي، انا بكرههاش خالص، بس هي اللي متجنبه عني. وانا بحبها، ده بنتي. هو حد بيكره ولده؟ هي بقى سنه مخصماني. بس هي حاسه انك جايب لها واحد عمره 77 سنه المره. بوافقتها برضه، هي الموافقه. ما فهمش عليه. حتزوجها بعد واحد اكبر منها بكتير بالسن ده؟ هي بإرادتها. بإرادتها. سامع يا ناهد؟ يا ريت يكون بإرادتي بعد كده. فاذا ضغط عليكي هو؟ لا، قول له ما يضغطش عليا بعد كده تاني. طيب احكي، قولي له، واجهي، طلعي فيه، قولي له اللي عايزه تقولي له اياه. اقول لك سيبنا اتجوز براحتي المره دي، ولو ما اتجوزتش خالص ايه الحكايه؟ الناس كده كده بتتكلم. ما هو قال انه تزوجي براحتك، هو ما بيتدخلش. وانا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه حاليا دلوقتي. انا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه. هو بقى يعني عايز يجوزني تاني. ليش عاوز؟ ليش مستعجل عليها البنت عم ابراهيم؟ ليه؟ وفي واحده بعدها عاوزه تتجوز. بس لانه في واحده؟ ما تنطر الواحده كمان. ليش عمرها الواحده الثانيه؟ اصغر منها. طيب واصغر منها وماله؟ خايف تعنس في البيت؟ عاوز افرح بها، هي الكبيره، ولا اخت اصغر منها متجوزه ومخلفه. ناهد هي البكر؟
لا الثانيه. ناهد هي الاولى، هي في واحده قبلها. في واحده قبلها. زوجتها. متجوزه ومخلفه معاها 2. واللي بعد منها متجوزه ومعاها 2. ايوه. ودي الوسطانيه. دي الوسطانيه. ناهد. ايه. وفي واحده في ثالثه اعدادي. في واحده في ثالثه اعدادي. طيب الثالث اعدادي يا سيدي عمرها كم؟ 14 سنه. بدك تزوجها عمرها 14 سنه ولك يا زلمه؟ لا احنا عندنا الفلاحين بيتجوزوا من 16 سنه 17 سنه. يا اخي انت تعبان فيها البنت في البيت؟ انا مش تعبان. وليه مستعجل كده؟ مش عايزه تتزوج؟ ازاي بقى مش عايزه يعني تقعد كده؟ تقعد كده، تقعد وماله، مش بنتك؟ ماشي يا بنتي، بس يعني عاوز افرح بيها زي ما فرحت. والثانيه الاعدادي ثالثه اعدادي 14 سنه، يعني عاوز افرح بيها زي عاوز ما فرحت. تزوجها قاصره يعني؟ شو يا ناهد؟ اصل بيجي لها عرسان رخر. عم بحكي مزبوط ولا لا؟ دافع عنك مزبوط؟ لا هي دي فعلا الحقيقه. هي الحقيقه هي. طيب يعني الصغيره بيجي لها عرسان، انت لسه قاعده، يعني الصغيره اللي اصغر منك بكام سنه؟ 14 سنه بيجيها عرسان. طيب اسمح لنا كمان شويه يعني رؤيه على برواق، يعني تتزوج 14 سنه وتتطلق بنت 17 يعني يعني خليها تكون ناضجه وهي تعرف تختار. صرنا بالعصر ال21. هم كلهم بيختاروا، انا ما بغصبش على حد. طيب كل واحده بتختار ما تغصبش، فاذا ما تغصبش على ناهد ما تغصبش على اخت ناهد. سيبك من الموضوع بقى، انت حبهم اعطيهم عاطفه وخلاص. وانا بكرههمش والله، بحبهم كلهم. طيب انتوا بقى شايف انه ما فيش خلاف قوي، بس هي ممكن لذلك ناهد يعني طلعي فيه، قولي له يا بابا انت بابتي وانا مش زعلانه منك. لا انا مش زعلانه منك. هو المسامح كريم وانا مسامحاك. وقومي سلمي عليه يلا، بس قولي خليه يفتح الستار، لازم تحكي. يفتح، اقول له افتح. قولي له انا مسامحه وانا مش زعلانه. انا مسامحاك ومش زعلانه منك، بس مش عايزاك برضه تغصب عليا بجواز تاني. سمعت برهم؟ سمعت. شو قالت لك؟ ماشي. سمعت. ماشي. وموافق؟ موافق. طيب انتبه، نحن حنتابعك. ماشي. يلا قولي له مسامح كريم. مسامح كريم. شكرا. يلا انتوا عايزكم مثل لكل اباء وبنات هذا العالم العربي. البنت لازم يكون عندها حرية قرارها، الاهل بيهدوها بيساعدوها بينصحوها الى الخير، بس بالنهاية هي اللي بتقرر. ده حق المرأة. انتوا معي ولا لا؟ يلا يعني إذا ما حكينا هيك فإذا بيقولوا مش عم بدافع عن حقوق المرأة. أنا بدافع عن حقوق المرأة وحضل دافع عن حقوق المرأة. يعني مش بس بالنقطة هذه، بكتير من القضايا اللي بتتعلق بالمرأة وبحقوقها في هذا المجتمع العربي. على كل حال نحن نلتقي إن شاء الله بقصة